علمي بشرتك انك تهتمي بيها. علميها انك بتحبيها. تعالي اقولك هتعلميها ده ازاي النهارده عشان تقولك شكرا وبس. اول حاجه تسمي بالرحمن وتصلي على رسول الله. ولو اول مره تشوفيني انا ميسو بقدم لكم وصفات طبيعيه للبشره والشعر. اتمنى يا رب تكون بتعجبكم. اول حاجه هتروحي عند العطار وهتجيبي بذور الكتان وهوريكم شكلها دلوقتي وهتطحنيها في البيت عندك عادي جدا، بتطحن بمنتهى السهوله. ده بيكون شكلها. هتاخدي منها معلقتين حلوين كده كبار وهتجيبي كوباية من المية وعلى النار وتقفي قدامهم شوية علشان ممكن يفور او يلزق معاكي. غطيها بقى لغاية ما تتحول معاكي الجل. مفيش مشكلة خالص ان هي تلزق في بعض او تكون تقيلة، انا عايزاها تقيلة. في بولة فاضية نضيفة هتجيبي قطعة صغيرة من الموز وما ترميش القشر لانه مفيد جدا، وتهرسيها وتحطي عليها معلقة زبادي. وبعدين الجل اللي موجود على النار ده هتجيبيه وتاخدي منه معلقتين وتخلطيهم مع الموز والزبادي. لو عندك بقى تصبغات شديدة معلقة من الحنة البيضاء والحليب البودر والنشا. قلبي كل الكلام ده وحطي على بشرة نظيفة لمدة نص ساعة. قرريه من مرتين لثلاثة في الأسبوع، بشرتك هتبقى أفتح كلها نضارة. التجاعيد مفيش، دايما هتكون صغيرة وكل اللي هيشوفك هيستغرب جدا. دمتم جميلات.